السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دعاء باشا صاحبة قناة فرش عرايس طنطاوية. النهارده معانا فرشقة عروسة جديدة، اتمنى ان هي تعجبكم. الطارة القمر اللي على باب الشقة اخت العروسة القمر هي اللي عاملاها لها، تسلم ايديها والله، ربنا يخليهم لبعض. انا كنت فرشة لاختها اللي عاملة الطارة دي قبل كده، وفرشة لعروستنا المرة دي، لان هم مش حد غريب عني، هم اهلي واخواتي الصغيرين. احنا متربيين مع بعض في مكان واحد، ربنا يخليهم لبعض ويسعدهم يا رب هم الاتنين. ده كان شكل الريسبشن عندها قبل ما ناخد جولة سريعة كده. اتمنى منكم بجد تدعوا لها دعوة حلوة من قلبكم، ان ربنا يصلح حالها ويسعدها ويهنيها في شقتها يا رب، ويجعلها شقة الهنا والسعادة عليها يا رب، اللهم امين. زي ما انتم شايفين كده الصالة والواناتها قد ايه هادية وشيك ورقيقة جدا. ربنا يبارك لعروستنا يا رب. كانت عاملة الترابيزة مكونة كده من 6 كراسي، والتقليمة اللي كانت في ظهر الكرسي من ورا اللون المنت والسادة من جوه كان اللون الكافيه الهادي خالص. حطيت لها المفرش الهاند ميد دوت على الترابيزه، وحطيت البونبونيره الكريستال. هي كانت جايبه للترابيزه طقم مفارش مع البوفيه مع النيش، ما شاء الله كان شكله برضو هادي وبسيط جدا. والستاير بتاعتها برضو كانت رقيقه وبسيطه، كانت عجباني، وقماشتها برضو ما شاء الله كانت حلوه قوي. النجف زي ما انتم شايفين في الريسبشن كان شكل واحد، كان شكله برضو مميز وشيك جدا. ده هنا الانتريه، ما بين السفرة والانتريه درجة كده ان انتي تطلعي عليها كده مستوى كده للانتريه، برضو كان فكرته حلوة جدا ما شاء الله. زي ما انتم شايفين الالوانات برضو متناسقة في الريسبشن من يمة السفرة، والانتريه كانت عاملة المنت في الكافيه كده زي ما انتم شايفين. ودي ترابيزة كده ستيل ما شاء الله، كان شكلها برضو شيك وجميل جدا. كانت الانتريه بتاعها مكون من 2 كنبة و2 كرسي فوتيه، وزعت لها عليه الكوشن كده بالشكل دوت، شكله برضو كان شيك وجميل جدا. حطيت لها بقى على الترابيزه كده الشياله بتاع الكحك، وحطيت طبق تسالي. طبق التسالي بتاعها كان تحس ان هو بصراحه انا كان عاجبني قوي، كان شكله مميز وشيك جدا ما شاء الله. يا مامتها قالت لي هو غالي شويه، بس بصراحه كان شكله مميز بصراحه، ما شفتوش عند حد يعني قبل كده، اول مره اشوفه عندها. دي الشاشه بتاعتها كانت ماركتها سامسونج ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. زي ما انتم شايفين كده بقى الكوشن ما شاء الله كان شكله برده مميز اللي انا وزعته لها. وبرضو الستاير بتاعتها نفس الستاير اللي في السفرة، نفس الستاير اللي موجودة في الانتريه. حطيت لها بقى القطعة الفرو القمر اللي هي كانت جايباها دي، حطيتها لها كده بالشكل دوت على الايد بتاع الانتريه، كانت مدية شكل جمالي حلو برضو. ده كده شكل النهائي للانتريه بتاع عروستنا. اتمنى ان هو يعجبكم بجد ما شاء الله. انا عن نفسي كان عاجبني الواناته جدا، كان هادي وشيك جدا، ربنا يبارك لها يا رب. تعالوا بقى مع بعض نشوف تفاصيل النيش، ونشوف حطينا لها ايه في النيش ما شاء الله. كل الكاسات بتاعتها غالبا بوهيمي، كل الكاسات اللي كانت موجوده في النيش كانت ماركتها بوهيمي. زي ما انتم شايفين النيش كان قطعتين والقطعه البوفيه في النص، بس للاسف البوفيه ما جاش هنا. فهي حطت دايما غالبا لما بروح لاي عروسه المساحه عندها ما بتاخدش ايه ال3 قطع جنب بعض، فغالبا بيحطوا القطعتين النيش كده والقطعه البوفيه في جنب تاني لوحده. ما شاء الله دي راسة النيش كده كاملة على بعضها، بحاول ان انا ابعد اوريها لكم كده كاملة. كانت جايبة شجرة برضو في النص كده حطيتها. وتعالوا نشوف بقى مع بعض ضلفة ضلفة ورف رف، ونشوف حطينا لها فيه ايه. حطيت في الرف الاولاني كده القارورة البوهيمي دي، ودمجت معاها برضو كاسات بوهيمي. وهنا حطيت برضو طقمين كاسات بوهيمي الروز، ودخلت معاه اللي فيه اسمر شوية، كان شكله برضو رقيق وبسيط كده. هنا حطيت جزء من الطقم الصيني ما شاء الله، كانت رسمته هادية جدا. اظن ذوقها واضح ان ذوقها هادي جدا في اختيار حاجتها. هنا حطيت لها بقيه الاطباق بتاع الصيني، الطقم القهوه، الاستكانات القهوه الصغننه ديت كان شكلها برضو حلو قوي. وهنا برضو حطيت لها طقمين كاسات بوهيمي برضو كان شكلهم مميز جدا وشيك. تحت هنا حطيت لها طقم خشاف RCR، وحطيت معاه طقم كاسات برضو بوهيمي داخل فيه سيلفر شويه. خصصت الضلفه دي شويه للحاجات السيلفر اللي هي ضلفه النيش دي. ده هنا طقم الشاي والجاتو مفهوش شغل خالص، بسيط جدا يا دوبك، بس في اطار بسيط سيلفر كده. والحله البوله الكبيره اللي تحت دي بقيت الطقم الصيني ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. دي كانت راسه نيش عروستنا، راسه هاديه وبسيطه جدا، وما شاء الله كل حاجتها ربنا يبارك لها يا رب، كانت مميزه وشيك جدا. تعالوا بقى تحت في الادراج، هنا حطيت لها شنطه المعالق بتاعتها. احنا ما حبيناش ان احنا نشيل المعالق كلها من اكياسها، فسبناها بقى كده، وحطيت لها بس جزء للعرض بسيط. هي كانت حابه ان هي تحافظ عليهم بالكيسه بتاعتهم، بس احنا عشان ما فيش مكان للشنطه فحطينا وزعناهم كده في الادراج بتاع النيش. تعالوا بقى نشوف مع بعض في البوفيه حطينا لها ايه.
ده كده شكل البوفيه ما شاء الله، كان شكله مميز وشيك جدا. المراية دي كانت ورا باب الشقة على طول، بحيث لو هي لابسة وخارجة ولا حاجة ان هي تشوف لبسها كده كامل على بعضه. شكلها برضو كان شيك وجميل جدا. ده كده شكل البوفيه. تعالوا نشوف مع بعض حطينا فيه ايه. ده كده زي حاجة كده درج كده بيترص فيه صواني او حاجة جرار كده، برضو كانت موجودة قطعة في البوفيه. برضو بصراحة كانت مميزة عندها في البوفيه، بس بصراحة اول مرة اشوفها عندها. هنا بقى في الضلفة دي ضلفة ازاز اصلا في البوفيه، مش مقفولة. حطت لها الطقم ده، كان جاي لها هدية من السعودية. ما شاء الله كان شكله مميز وجميل جدا، كان جدها جايبه لها من السعودية. هنا حطت لها طقم الشوربة، وحطيت معاه جزء من اطباق الصيني اللي هي البولة بتاع الشوربة اللي هي البورسلين. هنا حطيت طقم الاكروبال، ما شاء الله كان شكله برضو هادي وبسيط جدا. وتحت حطت لها الطقم الاكوبايركس، كانت رسمته يعني حتى رسمة الاطقم بتاعتها تحسوها يعني ما فيهاش شغل كتير، رقيقة جدا بسيطة ما شاء الله. كان عاجبني ذوقها جدا في اختيار حاجتها، ربنا يبارك لها يا رب. هنا المطبخ، هنخش نشوف الاوض وغرفة النوم وغرفة الاطفال، ونشوف الغرف جوه، وبعد كده نطلع نشوف تفاصيل المطبخ عشان تفاصيل المطبخ كتير. دي الستارة اللي بتدخلنا على الغرف جوه. دي السجادة برضو اللي كانت فرشاها في الصالة برا قدام النيش والبوفيه. ما شاء الله كان شكلها مميز وشيك جدا. قد ايه بقى غرفة الاطفال بتاعتها مبهجة وجميلة، والواناتها حلوة قوي. كانت عجباني جدا ما شاء الله. تحسوا ان الملايات حتى اللي هي جايباها على السرير ماشية مع الوانات الغرفة. ما شاء الله كان شكلها مميز، والنجفة يعني تحسوا ان الغرفة شكلها مبهج قوي وجميل. ربنا يا رب يرزقها فيها كده يا رب الذرية الصالحة. اتمنى منكم تدعوا لها بجد من قلبكم، لان هي حد قمر قوي يستاهل كل خير. ربنا يسعدك يا رب حبيبة قلبي، ويرزقك يا رب كده ان شاء الله بالذرية الصالحة، اللهم امين. دي كان شكل المكتبة، عبارة عن المكتب ومعاه مكتبة هي وزعت فيها الانتيكات كده. هي حابة ان الدباديب الصغننة دي كانت جايباها مخصوص كده للحاجات دي، للمكتبة دي نفسها. وحطينا لها بوكيه الورد الابيض اللي فوق ده. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يبارك لها يا رب. هنا بقى فرشت لها طقم الملايات اللي انا قلت لكم عليه ده على السرير. اكتر طقم كان ماشي جدا. هي اصلا كانت جايباه لليوم للفرش الاطفال، غرفة الاطفال، لانه ماشي جدا مع لون الغرفة. تعالوا بقى نشوف مع بعض حطينا لها ايه في الدولاب. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، قد ايه كانت حاجتها رقيقة وشيك جدا. ربنا يسعدها ويهنيها يا رب. دي مفروشات الاطفال، حطيت لها لحافين السرير الكبير في اول رف كده. اللحافين بتوع سرير اطفال، سوري اتلخبطت، اول رف لحافين الاتنين لسرير اطفال، وهنا دفايتين اطفال. دي ملايات الاطفال برضو، طعمت كده بفوط الاطفال. وتحت هنا حطيت 2 كوفرتة و2 دفاية، ودفاية للسرير. دول 2 دفاية، 2 في قلب بعض، ومعاها بطانية او دفاية تقريبا للسرير الكبير. وتحت دي بطانية برضو مفرد اللي عليها الدبدوب. دي دفايتين في قلب بعض، واللي في الجنب دول 2 كوفرتة مع بعض. هنا بقى فوق حطت لها 2 بطانية للسرير الكبير. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. البطاطين بتاعتها دي اصلا ما شاء الله جاية من السعودية. هنا ده لبس العريس، التعليق، لان ما كانش له مكان هناك للتعليق هو والعروسة. هي حطت الشتوي التعليق بتاعها، واللبس برضو جزء من لبسه هنا. ما شاء الله ده كده شكل الغرفة النهائي. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يسعدهم يا رب. تعالوا مع بعض بقى نشوف الغرفة اللي هي حاطة فيها الحاجات الزيادة عندها غرفة حاطة فيها حاجات زيادة عندها. هي فكرتها حلوة جدا الغرفة ديت، لمت معاها حاجات كتير. الغسالة النص اوتوماتيك بتاعتها، كانت جايبة برضو الكراسي الفرداني ديت برضو للاستخدام. وده كان التربو بتاعها برضو كان في المطبخ. هي كان جايبة 2 تربو، كانت جايبة 2 غسالة. دي غسالة غير الغسالة التانية اللي جوه. الطبق اللي على التربو اللي على الغسالة ده بيتنى ويتفرد. ودول برضو كان السلالم بتاعتها، كانت جايبة 2 سلم خشب. وزعت لها بقى حاجتها والمنشر والترابيزة المكوى والحاجات الزيادة كلها حطيتها في الغرفة ديت. هي فكرتها الغرفة ان هي لمت كمية الحاجة بتاعتها الزيادة عندها. ده الحمام الخاص بغرفة النوم، كانت الواناته هاديه برضو بسيطه جدا. تعالوا مع بعض بقى نشوف غرفه النوم وشياكتها ورقتها وذوق عروستنا، ذوقها الرقيق ما شاء الله زي ما انتم شايفين معايا. ده كده شكل الغرفه. هاخد لكم لفه سريعه عليه كده، ونبدا تفصيله تفصيله ونشوف تفاصيل الغرفه معانا. ده كده شكل السرير بتاعها والتسريحه. ما شاء الله انا حطيت لها بوكيه الورد القمر بتاعها. ما شاء الله كان شكله مميز وجميل جدا.
التسريحة برضو ما حبيناش ان احنا نكدسها، هنشوف تفاصيلها مع بعض دلوقتي. بس هوريكم الدولاب الاول فرشت لها ايه وحطيت لها ايه في الدولاب، وبعد كده ناخد تفاصيل الايه التسريحة ونشوف السرير بتاعها حطيت لها ايه تاني عليه. هنا كان الشنطة بتاع السفر بتاعتها، كان على فكرة دول 4 شنط داخل بعض. في شنطة ميك اب صغيرة اللي هي شنطة السفر، والشنط بتاع الخروج بتاعتها التعليق اللي هي بتلبسها وهي خارجة، علقناها على الشماعة دي، لان العروسة هي كانت حابة ان هي تحطهم على الشماعة، ما كانتش حابة ان هي تحطهم في الدولاب خالص. قالت لي اسهل ليا في الاستخدام وانا حباهم كده، فطبعا ما نقدرش نزعل عروستنا، ربنا يسعدها ويهنيها يا رب. هنا بقى حطت لها المفروشات بتاعتها، الفوط والملايات اللي هي هتستخدمهم. هنا حطت لها ملايات المطرزة كلها في الرف الاولاني، وتحت حطت لها الملايات المشجرة، وطعمت كده بالفوط، حطت لها شرايط بسيطة كده على الملايات بتاعتها ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. وتحت بقى حطت لها فوط كده، بقية الفوط بتاعتها ما شاء الله الفوط بتاعتها كانت خامتها قطن وجميلة جدا. هنا حطت لها والشماعة بتاعتها بقى خصصناها كده لللبس الصيفي الخروج بتاعها، والرف اللي فوق سيبناه للعريس. هنا بقى في الضلفة التانية ما شاء الله تقسيمة الدولاب عندها حلوة كبيرة جدا، وخدت معانا مفروشات وخدت معانا لبس كتير جدا ليه. تحت هنا حطت لها اللحاف، وحطيت برضو دفاية للسرير الكبير، حطت لها طبقت لها اللبس الصيفي بتاعها كده في الرف ده، بحيث ان هو يكون قريب لايديها في الاستخدام، يعني ما يكونش صعب عليها ان هي تستخدمه، يكون سهل ليها. هنا حطت لها كوفرتة، وحطت لها المفرش القطيفة مع البطانية بتاعته، هو المفرش القطيفة ومع البطانية بتاعته كده، ده المفرش ومعاه بطانيته. انا ظهرت حتى الشراشيب بتاعته بحيث ان هو يبقى معروف ان ده المفرش. فوق بقى رصت لها اللبس الشتوي، بما ان احنا بقى في موسم الصيف، فرفعت لها الشتوي بقى فوق كده، وخلت لها الصيفي هو اللي قريب من ايديها. ده كده شكل الدولاب بتاعها. اتمنى ان رصة الدولاب بتاع غرفة الاطفال تعجبكم، ورصة الدولاب بتاع غرفة النوم تعجبكم. متنسوش اللايك والكومنتات الحلوة منكم، وشير كتير بقى لاصحابكم عشان الفيديو يوصل لاوسع نطاق. هنا حطت لها البرفانات بسيطة كده على التسريحة، زي ما انتم شايفين التسريحة المراية ظاهر منها كل حاجة، فيها تقسيمات حلوة قوي. نظمت فيها حاجتها كده هي، والله بجد اللي نظمتها بجد تسلم ايديها ما شاء الله. كانت منظماها برضو نظام حلو هي واختها، ربنا يا رب يسعدهم هما الاتنين يا رب. وحطت لها بقى برفن بسيط كده على التسريحة وخلاص. المفرش بقى ما شاء الله قصة وحكاية تانية خالص. المفرش سوفت التركي بتاعها كان هادي وبسيط ورايق جدا. حطت لها بوكيه الورد البسيط دوت، وحطت لها شريطة بسيطة على الكوشن بتاع السرير على المخدة. ده كان شكل البنكيت بتاع الغرفة. وظهر السرير برضو زي ما انتم شايفينه كان داخل فيه اللون الستيل اللي هو الجولد دوت، فحطت لها شريطة برضو جولد كده على المخدة زي ما انتم شايفين معايا. ده كده الشكل النهائي لغرفة عروستنا، اتمنى ان هي تعجبكم. ما شاء الله قد ايه الغرفة كانت شيك ورقيقة جدا، والوانات السجاد بتاعتها كانت ماشية جدا مع لون الغرفة. تعالوا بقى مع بعض نشوف المطبخ. طلعنا بقى من الطرقة بتاع التوزيع بتاع الغرف، هندخل مع بعض الطرقة التانية اللي بتدخلنا على المطبخ. دي كانت الستارة برضو بتاعتها كانت رقيقة وبسيطة جدا. اول دخلة خالص في الطرقة كان الحمام الخاص بالضيوف، ده الحمام الواسع، وعندها الحمام التاني الصغير دوت خاص برضو بغرفة النوم، يبقى قريب منها برضو في الغرف هناك، لان الطرقة هناك غير بعيدة عن الطرقة هنا. حطت لها هنا الطقم البورنوس كده كامل بالفوط بتاعته، ما شاء الله البورنوس بتاعها كان خامته حلوة جدا. ده كده الشكل النهائي للحمام بتاعها. تعالوا بقى مع بعض نشوف تفاصيل المطبخ. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يبارك للعروسين يا رب، ربنا يسعدك يا حبيبتي ويهنيك يا رب، بجد تستاهلي كل خير والله يا دودو، ربنا يسعدك يا رب. هنا ده البوتاجاز بتاعها تقريبا كانت ماركته فريش. هنا الديب فريزر والتلاجة. البوتاجاز زي ما انا قلت لكم فعلا ماركته فريش. هنا الديب فريزر بتاعها كان كريازي. وهنا الغسالة الاوتوماتيك بتاعتها اللي هي الاوتوماتيك الكاملة كانت ماركتها LG. ودي التلاجة برضو كانت ماركتها وايت بوينت. وهنا ده الميكروويف تقريبا كانت ماركته شارب. ما شاء الله ربنا يبارك لعروستنا يا رب. وزعت لها بقى الحاجة على الرخامة كده بالشكل دوت.
اطقم التوزيع بتاعتها واطقم التوابل. دي كانت شنطة السكاكين ما كانش ليها مكان، فاحنا سيبناها بس الفترة الاولانية كده على الرخامة، وبعد كده هي هتبقى تشيلها، ان هي عندها سكاكين وحاجتها الفرداني برضو في الدرج. حطت لها بقى هنا منظم اللي هنا وزعنا فيه الرفايع بتاعتها كلها، وحطينا الاسباتولا والحاجات اللي هي الرفايع بتاعتها. هنا بقيت الرفايع برضو الصفايات والمخرطة وبقيت الرفايع بتاع المطبخ. وتحت كده حطينا الصواني الميلامين اللي هي للتقديم، اللي هي لو حابة تستخدمها ليها هي الاستخدام الشخصي في البيت. وسايبين لها برضو طقم صواني ستيل على الرخامة بحيث ان هي تستخدمه في الفترة الاولانية للضيوف. هنا حطيت لها بقى باقي الكوبايات عندها، ما شاء الله كانت جايبه كوبايات كتير جدا، حطينا لها بقيه الكوبايات كده فوق في الرف ده. حطيت لها استكانات قهوه كتير، هي كانت جايبه عدد استكانات قهوه مش عايزه اقول لكم. الرف ده بقى كنا سايبينه لها للحاجات الخزين بتاعتها زي المكرونات والرز والحاجات دي. الضلفه دي خصصتها كده للخلاط والهاند بلندر والاجهزه الكهربائيه. فوق حطيت لها طقم حافظ الطعام، ومعاه كده ترمس شاي، ومعاه الفناجين بتاعته بالصينيه. ما شاء الله ولا حول ولا قوه، تحس ان هو طقم مع بعض. هو تقريبا كان جاي لها من السعوديه. ما شاء الله كان شكله برضو مميز وشيك جدا. هنا حطيت لها الميزانه والبريمه بتاعتها الفخار. في الضلفه دي بقى برضو حطيت لها زجاج كوبايات شاي وكوبايات عصير. حطيت لها طقم خشاف كريستال. حطيت لها بقى تحت كده بقيه الكوبايات بتاعتها كلها. هنا برضو الضلفة ديت للزجاج، يعتبر نيش مطبخ كده. حطت لها بقى الكاسات اللي هي هتستخدمها في الفترة الاولانية للتقديم. حطت لها فوق طقم كاسات لبني كده، وحطيت طقم معاه خشاف، وحطيت معاه شوبات مية. تحت هنا حطت لها طقمين برضو كاسات كريستال سادة RCR، وحطيت معاهم كوبايات عصير ملونة بحيث ان انا اكسر اللون الكريستال السادة. هنا بقى حطيت لها علب الحفاظات التلاجة كلها، وحطيت برضو طقم برضو كده ترمس معاه الكوبايات بتاعته. حطيت لها هنا كل العلب التلاجة كاملة. وكده كانت جايبة برضو اطباق تسالي كده كان شكلها حلو برضو، حطيتها لها معاها. الرف بقى هنا اللي فوق حطيت لها صواني الكيكة والكب كيك بقى كلها كاملة. وهنا حطيت القوارب البورسلين البايركس سوري كلها، حطيت القوارب البايركس، وحطيت تحت هنا القوارب اللي هي الكيكه بقى زي ما انتم شايفين معانا كده. هنا بقى في الضلفه ديت ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله حطيت لها بقيه الميلامين بتاعها اللي هي في المطبقيه، وحطيت لها طقم السمك. هنا حطيت لها طقم شربات، وحطيت معاه برضو شوبات ميه. في المطبقيه هنا كنت حاطه لها برضو كوبايات للعصير وكوبايات للشاي، وحطيت لها طقم الميلامين بتاعها. حطيت برضو شوبات ميه. ما شاء الله ده كده كان شكل راسة المطبقية برضو بتاعتها. ما شاء الله كل حاجتها كانت شيك ورقيقة وهادية جدا، ربنا يبارك لها يا رب. هنا بقى حطت لها الطقم الجرانيت دوت او السافلون تقريبا. حطت لها طقم الحلل دوت هنا كامل. حطت لها الطقم الصاج دوت، وحطيت تحت العجان والجريلا لان ما كانش فيه مكان بصراحه للعجان فوق خالص، فاضطريت ان انا احطه تحت هنا. وهي قالت لي تحت برضه هيبقى قريب ليا لو انا مثلا عايزه اعمل كيكه او حاجه يبقى سهل ان انا اطلعه فوق. لو رفعته لها فوق قالت لي هيبقى صعب عليا. هنا حطت لها الطقم الجرانيت والطقم الاستانلس. حطت لها طقم، هي كانت جايبه طقم ستانلس كده كان جاي لها هديه من السعوديه غير الطقم بتاعها. كان جدها جايبه لها. ما شاء الله كان شكله برده مميز وجميل جدا. هنا خصصت لها الوحده دي بقى، خليتها لها كلها للبلاستيكات. ما شاء الله هي كانت جايبه بلاستيكات كتير، فالوحده ديت لمت معايا كل البلاستيكات بتاعتها. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. زي ما انتم شايفين اطباق بلاستيك والمصافي وشفاشق بلاستيك وازايز ثلاجه، كل البلاستيكات بتاعتها حطيتها لها كده في الضلفه ديت. وبكده نكون خلصنا جولتنا في مطبخ عروستنا. ده كده الشكل النهائي لمطبخها. اتمنى ان هو يعجبكم، واتمنى لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد في شغلي باذن الله. هناخد جوله سريعه كده على المطبخ نفسه عموما، لان ناس كتير بتقول لي يا دعاء انت ما بتصوريش المطبخ كله كامل. هنشوف مع بعض دلوقتي. هاخد لكم جوله سريعه على الرخامه واوريكم المطبخ كده كامل على بعضه. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. مطبخها جميل جدا، ربنا يسعدها ويهنيها يا رب. والشقه ربنا يبارك لها ويساعدها فيها يا رب، ويرزقها كده الذريه الصالحه فيها يا رب، اللهم امين. اتمنى لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس للكل، وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.